ويا أهلا وسهلا نورتوا القناة، كنتمنى تكونوا بألف خير وعافية. وفي فيديو اليوم غنشوفوا طريقة الغريبة البهلة مع جميع أسرار نجاحها وسر بنتها ولدتها وسر لونها الذهبي المميز. إلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. شكرا لكم بزاف، ونمروا نشوفوا مراحل تحضير البهلة. وعلى بركة الله غادي ناخد واحد البول ونديرو فيه 125 غرام ديال الزبدة اللي كتكون بدرجة حرارة الغرفة. 125 غرام هي تقريبا 4 واق ديال الزبدة، غادي ناخدها نديرها هكا في البول وغادي نزيد عليها كاس ونص ديال السكر سنيدة، وغادي نطرب مزيان هكا بالباطور. غادي نخدم مزيان داك السكر مع الزبدة حتى كتولي لنا الزبدة بحال البوماده. بطبيعة الحال هاد العملية هادي ممكن ديريها بيديك، تاخدي مثلا واحد القصيعة وديري فيها الزبدة مع السكر وتخدميهم مزيان بيديك حتى كيوليو على شكل بوماده. الدور ديال الباطور انه كيوفر علينا المجهود لا اكثر. وانا كنطرب غادي نزيد كاس ونص ديال الزيت نباتي، الزيت العادية، حتى كيندمجوا العناصر جيدا مع بعضياتهم. غادي نحتاجو كاس ديال اللوز اللي كنت خديته ودخلته للفران، حمرته نص تحميره ودوزته هكا في الطحانه. خصنا نهرمشوه رقيق هاد اللوز هذا، وكنزيدو حتى هو في داك البول. كذلك خديت كاس ديال الزنجله اللي حمرته نص تحميره وحتى هو دوزته في الطحانه باش كتخرج كاع داك النكهه ديال الزنجلان. غادي نزيدو معلقه صغيره ديال القرفه. القرفه كتزيد واحد النكهه رائعه لهاد الغريبة هادي. والسر ديال اللوين المذهب ديال البهلة هو في هاد الطحين محمر. غادي ناخدو واحد الكاس ديال الطحين وغادي ندوزوه في المقلة كنحمروه حتى كيولي لنا بحال الطحين ديال الشكل ديال السلو. غادي ندوزوه ضروري في الغربال، غادي نغربلوه ونزولو كاع داك الكويورات اللي فيه، وغادي نزيدو 2 خمارات بوزن 8 غرام. نحرك الكل جيدا حتى كيندمجوا العناصر كلها مع بعضياتها. وغادي نزيدو نص معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، ولا ديروا الخميره ديال العجين، ديروا واحد شويه. الخميره هي اللي كتخلي داك الغريبه كتفكع وكتشقق لنا مزيان هكاك من الفوق. نزيدو نص معلقه صغيره ديال الملحه. كاين اللي غادي يشوف بان الملحه راه كثيره، ولكن راه كتعطي واحد النسمه رائعه بزاف. داك الميلونج بين المالح والحلو في هاد الغريبه هادي كيجي رائع، جربوها على ضمانتي. من بعد غادي نزيد الطحين نشوف التوتال أنا درت تقريبا ما بين 550 غرام حتى 600 غرام ديال الطحين، بما فيهم داك الكاس اللي كنا حمرنا. يعني كديروا بداك الكاس اللي حمرنا وكتزيدوا واحد 400 من 400 غرام ديال الطحين حتى ل 450 غرام، كيبقى على حسب الطحين ديال كل واحد. وانا درت الطحين لجميع الاستعمالات او لمتعدد الاستعمالات، ما درتش الطحين ديال الخاص بالحلويات. المهم تنزيد داك الطحين هكا ضروري ما خصنا نغربلوه. صافي وكنبقى كنجمع في الغريبة ديالي. غادي ندير هنايا يدي وغادي نجمع مزيان داك الغريبة. غادي نحاولو أننا ندلكوها هكاك شوية بين يدينا حتى ما كيبقاوش كيبانو عندنا نهائيا الطحين ولا البيوضة ديال الطحين. العجينة ديال البهلة ما خصهاش تكون جارية، الا كانت جارية ما غاديش تشقق لكم نهائيا وغادي تسيح لكم في اللاطة. وإلا كانت قاصحة أكتر من القياس غادي تجيكم فاش غادي طيب تقدر تشقق، ولكن فاش غادي طيب غتجيكم يابسة بحال الحجر. فلهذا هانتوما كتخدموها وانتوما كتقلبوا بيديكم، كتكون هي طرية ولكن في نفس الوقت شادة في راسها. كيف ما شفتوا راني غطيتها بالبلاستيك الغذائي وخليتها كترتاح تقريبا ربع ساعة ولا 15 دقيقة. من بعد غادي ناخدها ونبدا كنشكلها هكا كويرات. غادي ندير واحد الكويرات تقريبا بوزن كل وحده كتكون فيها تقريبا ما بين 37 حتى ل 40 غرام ديال العجينه في كل كويوره. هاد الكميه هادي غادي اللي عطيتكم انا دابا غادي تخرج لكم تقريبا ما بين 32 حبه حتى 33 حبه ديال الغريبه البهله، بوزن كيف قلت لكم ما بين 37 حتى ل 40 غرام. صافي هنايا كنشكلوا الغريبة كاملة بهذا الشكل هذا، كنديروها في واحد اللاطة اللي فيها البابي سولفوريزي وكندخلوها للفران اللي مسخناه من قبل. يعني انا شاعلاه من قبل من يلاه غادي نبدا فيها. شعلت الفران حتى يسخن. غادي نديرو على 195 درجة. العافية كتكون من التحت ومن الفوق. غادي ندخلو اللاطة الفوق يعني وجهها العافية كيف ما شفتو في الفيديو حتى كتشقق. شحال غادي نخليها ديال الوقت؟ تقريبا غادي تاخد لكم ما بين 8 حتى ل 10 دقائق وهي الفوق حتى كتشقق. ملي كتشوفوها صافي تفكعات وتشقات غادي نهبطوها للتحت وغادي نخليها تكمل الطياب ديالها. غادي نخليوها تقريبا غير واحد 5 حتى 6 ديال الدقائق واحد اخرين وهي كطيب. يعني في التوتال غادي تاخد لكم تقريبا شي 15 دقيقة هاد الغريبة هادي.
وصافي وهي ملي كطيب شوفوا يعني خاصكم تشوفوها غير تذهبات تخرّجوها، ما تخليوهاش تتحمّر بزاف، خليو لها غير هاد اللويين المدهب ديالها، هاد اللوين اللي كيجيها مزيون وكيجيها غزال. صافي هنايا نصيحة بعدا ملي تخرّجوها ما تقصوهاش نهائيًا، عرفتي راه كتكون رطبة وهشيشة بزاف، غادي تخليوها حتى كتبرد تمامًا عاد كتهزوها وكتقدموها بالصحة والراحة. كنتمنى الفيديو نال إعجابكم، نشوفوا الفيديو الجاي إن شاء الله بحول الله، مع السلامة.